السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض آخر فيديوهات نواعم العيد. ده فيديو القراقيش السادة والقراقيش اللي محشية عجوة. فيديو سهل وفيديو جميل، حاجة نظيفة، حاجة حلوة تتاكل برضو في فطار العيد، كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن، حاجة كده من جمايل حاجات العيد بصراحة. يلا بينا نخش على الوصفة. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق. الوصفة دي يا جماعة انت ممكن تعملوها بكيلو دقيق. كل حاجة هنعملها نقسم فيها كمية، يعني كيلو دقيق مثلا انا هقول لكم على معيار كيلو الدقيق، وهتيجوا تحطوا دلوقتي عليه السمسم اللي متحمص، برضو لازم تكوني محمصاه شوية على النار. وبعد كده تروحي جاية وجايبة معلقة ريحة كحك، معلقة واحدة على الكيلو. تمام، انا حاطة هنا معلقتين عشان الايه، عشان ال2 كيلو. وهنا برضو كيس الكاستر اللي انا كنت حاطاه لو تفتكروا في الكحك، برضو هحطه هنا. ده بيبقى عبارة عن تقريبا معلقتين او 3 معالق، فانتي برضو حطي معلقة كبيرة او معلقتين من الكاستر. كيس بيكنج باودر، وبحط كمان خميرة فورية، بحط كيسين، يعني على كل كيلو كيس. لحد كده ماشيين زي الفل. تمام. وبتقلبي المكونات الجافة دي كويس قوي مع بعض. اهم حاجة ان المكونات كلها تختلط ببعض، تنيكي تقلبي لحد ما تخفي كل حاجة، تخفي البيكنج باودر وريحة الكحك والبتاع دوت والخميرة كله. ودي رشة الملح، وديت اساسي وسنة طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ودوت السكر البودرة، سكر مطحون بودرة يعني. هنحط كوباية، يعني على الكيلو هنحط نص كوباية. تمام. هنقلبها برضو لانها من ضمن المكونات الجافة. تعالوا بقى هنا نشوف السمنة. برضو انا سيحتها مش قدحتها زي الكحك بالظبط، يعني دوب فككتها على البوتاجاز. طيب بتحطي قد ايه؟ على ال2 كيلو بحط 3 كوبايات من السمنة السايحة ومعاهم كوباية من الزيت. طيب لو كيلو هنحط كوباية ونص من السمنة السايحة على نص كوباية من الزيت، يبقى السوائل الدهنية او المادة الدهنية بتبقى عبارة على الكيلو كوبايتين، لل3 كيلو هتبقى قد ايه؟ هتبقى 4 كوبايات. خلاص ماشي. وهنبتدي ان احنا نقلب كويس مع بعض. ونبس بقى. في الفترة دي لازم تبسي العجين حلو قوي. آه، مرحلة البس دي اهم حاجة. تنيكي بقى ايه، تاخدي كده وتدي في العجينة وتشربي كل الدقيق السمنة او المادة الدهنية لحد ما تحسي ان هي تحت ايديكي عاملة زي الرمل المبلول. في الفترة دي، اكتر حاجة تساعد على نجاح الكحك او نجاح القراقيش من معاكي يعني. بصوا بقى، هتنيني ادعك كده بعد ما دوبت كل المادة السائلة اللي هي المواد الدهنية. بتنيني ادعك بايدي كده وافرك كده في العجين لحد ما اشرب كل ايه، كل الدقيق. المادة اللي بالمنظر ده بيبقى عامل زي الرمل المبلول اهو، وبتبقى كل دقيق اتشرب ايه من المادة. هنا بقى هروح جايبالك ازازة كده فانيليا. الفانيليا ديت مش مركزة يا جماعة، الفانيليا دي فانيليا سايلة بس مش مركزة. انا حطيت هنا 2، يعني على الكيلو تحطي واحدة. وهنا برضو هحط 2 من ريحة السمنة البلدي، يعني على كل كيلو برضو تحطي واحدة. زي ما قلت لكم، لو الفانيليا عندكم اللي هي المركزة يبقى تحطوا ما تكتروش، انما دي فانيليا بس ريحتها مخففة، يعني هي مخففة مش مركزة. باجي هنا بقى قد ايه لبن. من 3 كوبايات وانتي طالعه، يعني ممكن 3 ونص 4 حسب الدقيق معاكي ما بياخد. ده لو لايه، لو ل2 كيلو. طيب لو للكيلو يبقى كوباية ونص، وانتي طالعه ممكن برضو يوصلوا معاكي كوبايتين او اكتر او اقل. فانتي تحطي اول حاجة مثلا على الكيلو كوباية وتقلبي، واحتاج تاني تزودي، فاهماني؟ يعني هو الكيلو بياخد كوباية ونص. زودي قللي زي ما انت عايزه لحد ما العجينه تبقى زي الملبن في ايديكي كده، وتسيبيها ترتاح شويه. وبعد كده بقى تيجي تفردي بقى كده وتحطي العجوه جواها، وبتبتدي بقى ايه تسوي الجوانب كده، وبتبتدي تقطعي القراقيش. بصوا بقى ايه الجمال ده.
اقسم بالله حاجة، بصوا حاجة تحفة كده. وتسلم ايدين كل واحدة بتعمل حاجة في بيتها تأكل عيالها من ايديها، بجد تسلم ايد كل واحدة بتأكل عيالها من ايديها. وربنا يحسن يا رب ما بين ايدينا كلنا، ونعمل احلى حاجة لعيالنا. وربنا يخلي كل ام لعيالها، ويخلي كل طفل لأمه، ويا رب يعطي كل محروم. وبصوا ما يخليش اي ام كده او اي واحدة ان هي ما يتقالهاش كلمة يا ماما، لان بجد والله العظيم دي احلى نعمة ربنا خلقها لنا. هي نعمة الامومة يا جماعة. وبالشكل ده انا كده عملت السادة وعملت المحشي بالمنظر دوت، رمى معايا بصراحة كمية حلوة برضو كويسة. انا جوزي بصراحة هو اللي كان طالب مني القراقيش، بيحبها يعني، بألف هنا وشفا عليه. وهنا بعد التسوية بيتسوى تسوية الكحك يا جماعة، يعني تشغلوا نار هادية، وبعد كده لما من تحت ياخد اللون تروحي جايه مشغله عليه الشوايه، وبتبتدي تحفظيه في علب بالشكل ده. ديت العلبة بتاعت العجوة، ودي العلبة اللي هي السادة. بصوا الشكل جميل ازاي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تعملوا كده حاجات العيد وتتهنوا بيها وتفرحوا يا رب، ويجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تقولي لي حاجات كده حلوة في الكومنتات تفرحني. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. في حفظ الله وامنه، استنوني في فيديو جديد. الى اللقاء، مع السلامة.